وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، نعم. جزاك الله خيرا. ففي الوقت الذي يؤز فيه معظم المشايخ النساء والرجال المشاركة في مظاهرة غدا إن شاء الله، فكما عهدنا من فضيلتكم فأن توقف عند كتاب الله وسنة الرسول صلى الله الله عليه وسلم يجعلنا تمنع كذلك. من هذه المشاركة في الفوضى. ما نعم شيخ. ما سؤالك؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. فنريد من فضلكم توجيه نصيحة خالصة لوجه الله للمشايخ الذين يدفعون بالنساء والرجال المشاركة في هذه المظاهرة غدا، أن يتقوا الله رب العالمين ولا يشاركوا في الفتنة. هذا أولا. ثم هل تنصح فضيلتكم بأخذ العلم على يد فديه؟ على يد من؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن مشاركة النساء في المظاهرات فرأى لا تجوز لا تجوز لا تجوز، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. أما أيضا قال تعالى: وقرن في بيوتكن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، خير من صلاتها في المسجد. فالمرأة لا تخرج للمظاهرات بحال من الأحوال. هذا. وعن الرجال فالراية المرفوعة ليست راية إسلامية، وليست ثم مطالبة بتحكيم شريعة الله، فأرى الآن البقاء للرجال أولى وأسلم، حتى تكون الوجهة لله وابتغاء مرضات الله ولرفع راية لا إله إلا الله. أما الاختلاط بالأحزاب الساقطة، الأحزاب العلمانية والليبرالية وغير ذلك، فلا أراه مسوغا لخروج إخواني أهل الفضل، والله أعلم.